بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في حكاية جديدة من حكايات حكاوي الدكتور الحناوي، يحكيها لكم دكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. والحلقة النهاردة بعنوان ولدت في الأسانسير. سنة 1992 كنت شغال في مستشفى ضمير تخصصي، وكنت نايب نساء. واليوم ده كنت نبطشي في القسم الخاص اللي هو الفندقي بتاع أمراض النساء في المستشفى. الاسم ده الحجز بتاعه في الدور الثالث، وكانت العمليات بتاعته في الدور الثاني. ففي أخصائي نساء جايب حالة ولادة بتولد، طبعا دخلناها في الدور الثالث. قاعد يتابعها، لما قربت قال هتولد، نزلوها العمليات في الدور الثاني. طبعا هو سبق يجهز في العمليات وكده، وانا كنت خارج نازل الدور الارضي، فالسيده ركبت الاسانسير معايا نازله الثاني وانا نازل الاول. المهم نزلنا لحد الدور الثاني، وجينا نفتح الباب ما فتحش، نجيبه شمال يمين، مفيش فايده. طبعا الاخصائي الحاله اتاخرت عليه، جاي يشوف في ايه، قالوا دي محبوسه جوه. قعد طبعا يزعق، انا جايب حاله من المستشفى ولدها، ولا جاي بره هي تولد في اسانسير، وهكذا. المهم الست خلاص، المهم انا كنت معاها، المهم ولدتها في الاسانسير، وبرضه استنينا شويه وخلاص نزل، وهكذا عما جابوا حد، وبعد ربع ساعه فتحنا وخرجنا. طبعا هو خد الحاله وداها العمليات، يكون حصل مثلا فيها تمزق صغير او فيها حاجه، العيل كويس الحمد لله كويسه، بس هو خارج حلف بالله ما عاد جاي المستشفى اللي الاسانسير بتاعها بيتعطل بالحالات. والى حلقه اخرى. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.